هذه هي الهدية التي منحنا الله إياها لعلاج الكثير من الأمراض. سبحان الله. ولكن إذا كنت مسلم لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة حتى نعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، فالدال على الخير كفاعله. نبات أو حشيشة الرجلة هي نبتة برية كيميائية تقتل السرطان وتقضي نهائيا على الكوليسترول، وهي معروفة أيضا باسم البقلة أو الفرفحينة، فهي نوع من الأعشاب البرية التي تنبت وحدها في الطبيعة والحقول. تحمل مواد كيميائية ومادة مخاطية تستخدم في العلاجات الطبية لأخطر الأمراض. وأثبتت دراسات حديثة أن البقلة أو الرجلة الشائعة في محيط البحر الأبيض المتوسط والتي تنبت في فصل الصيف بشكل عشوائي تمنع الإصابة بتصلب الشرايين وبأمراض القلب والسرطان، كما أنها معروفة أيضا في الطب الصيني التقليدي، ويتم من خلالها مداواة الكثير من الأمراض الخطيرة. قال الدكتور محمد فهيم إن العلماء قاموا بدراسة تأثير البقلة على مستويات الدهون في الدم إلى أن توصلوا إلى تعميم فائدتها في تخفيض نسبة الدهون ومستويات الكوليسترول الضار بنسبة عالية، وأيضا الدهون الثلاثية، مؤكدا إلى أن تناول الرجلة لا يؤدي إلى حدوث أي آثار جانبية، ولها بالتالي تأثير إيجابي على مستويات الدهون وفي اضطراب استقلال الشحوم. وأضاف أنها غنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة والفيتامينات والفلافودينات التي تدمر كل الخلايا السامة والخطيرة في الجسم. ومن الفوائد العجيبة التي أوردتها الدراسة منع التهاب الجهاز الهضمي والقرحة، طرد الديدان الحلقية من الجسم، تعزيز ليونة المعدة والإسهال البسيط، إيقاف التقيؤ والوحام، علاج الثأليل، إيقاف نزيف الدم، علاج الصداع والحمى. فوائد بذور الرجلة: تعمل على المحافظة على الكلى ونظافتها وتخليصها من السموم من خلال شرب مغلي البذور مع الماء في الصباح الباكر. تعمل على تسريع سريان الدم في جميع الشرايين في جسم الإنسان وتحافظ على مستوى سيلانها بشكل منتظم. تعمل على حبس الدم في داخل الرحم خلال وجود الحيض عند المرأة. تعمل على معالجة الإسهال من خلال تناول بذور الرجلة مغلية مع الماء. تعتبر بذور الرجلة مضادة للالتهابات وتعالجها بشكل سريع. تعالج الفطريات والبكتيريا وتطردها من الجسم. تقضي على جميع الفيروسات التي تهاجم الجسم وخاصة الجهاز التنفسي والهضمي. تعمل على تنقية المعدة بفاعلية شديدة وتعمل على تطهيرها وتعقيمها. تساعد على إذابة الدهون في الجسم بشكل فعال. تمنع وجود تصلب في الشرايين عند مرضى القلب. بذور الرجلة فعالة بشكل قوي. تعمل على تقليل مستوى الكوليسترول في الدم من خلال تناول معلقة من البذور في الصباح الباكر. تعمل على التقليل من الشعور بالعطش وخاصة عند الصائم خلال شهر رمضان الكريم. بعض فوائد الرجلة للصحة العامة: تعزيز صحة القلب. تحتوي هذه النبتة على مستويات عالية من الأوميجا 3 والذي يساهم بخفض مستويات الكوليسترول المرتفعة وبالتالي تعزيز تدفق الدم في الجسم. ومن المعروف أن تناول الأطعمة الغنية بالأوميجا 3 يساعد بشكل كبير في تعزيز صحة القلب وحمايته من الإصابة بالأمراض المختلفة. المساهمة في خفض الوزن. اقترحت بعض الدراسات العلمية أن تناول البقلة أو الرجلة من شأنه أن يساعد في فقدان الوزن، ويعود ذلك إلى كمية السعرات الحرارية التي تحتويها هذه النبتة، إضافة إلى غناها بالألياف الغذائية، أي أن تناولها يساعد في الشبع لفترة أطول، الأمر الذي يقلل من السعرات الحرارية المتناولة لاحقا. تحفز تطور الأطفال. كما ذكرنا فإن الرجلة تحتوي على الأوميجا 3 والتي تلعب دورا مهما في تطور الأطفال ونموهم، بالتالي إدراج النبتة ضمن النظام الغذائي الخاص بالأطفال من شأنه أن يعود بالفائدة عليهم ويقلل من خطر إصابتهم بالتوحد ونقص الانتباه وفرط الحركة. المساعدة في علاج مشاكل الجهاز الهضمي. استخدمت هذه النبتة منذ القدم في الطب البديل بهدف علاج بعض المشاكل التي تصيب الجهاز الهضمي، ومن أهمها الإسهال والنزيف الداخلي والبواسير. الحفاظ على صحة الجلد والبشرة، حيث تساعد هذه النبتة في علاج بعض المشاكل الجلدية نتيجة احتوائها على كمية مرتفعة من فيتامين A، وبالتالي تساهم هذه النبتة في التقليل من خطر الالتهاب الناتج عن لسعات النحل أو الأفاعي، التقليل من ظهور التجاعيد، تسريع عملية شفاء الجلد والتئام الجروح، المساهمة في التخلص من الندب الموجودة. مخاطر استخدام الرجلة: احتمالية الإصابة بحصى الكلى،
بسبب تناولها بكثرة. يفضل امتناع تناولها من قبل مرضى حصل كلى بالأصل. على المرأة الحامل استشارة الطبيب قبل تناولها. وفي هذا الفيديو سنقص عليكم هذا الدعاء الجميل، رددوا معي: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ربي زدني علما، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، كما أعوذ بك من الصم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم إني أسألك من الخير كله وعاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء، ربي إني لما أنزلت إلي من خير، اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومرضا غير مخز ولا فاضح، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إني أسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى عنه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.